اكبر غلطه عملتها في حياتي المهنيه ما كانش صفقه خسرتها ولا عميل ضاع مني، لا اني قعدت اكتر من 4 سنين عايز ابدا اتكلم في السوشيال ميديا وما بداتش. وفي اخر الفيديو هقول لك ايه اللي غير رايي. وهكون صريح معاك، جزء من التاجيل ده السبب منه كسل مني، ولكن الجزء الاكبر ان يومي مشغول جدا، عندي فريق عمل كبير مسؤول عنه، بسافر كتير لمعارض ومشاكل يوميه ما بتخلص، وكنت بقول لنفسي كل يوم هبدا بكره. غير كمان أنا ما كانش عندي استراتيجيه واضحه، ولا عارف ابدا ازاي، ولا عندي حد يساعدني اخد الخطوه دي، فالموضوع فضل يتاجل. ولكن اللحظه اللي غيرت كل حاجه اني شفت ناس في نفس مجالي ويمكن خبرتهم اقل مني، ولكن برافو عليهم قدروا يحققوا نتائج كبيره جدا في وقت قصير من خلال السوشيال ميديا. وفعلا فكرت فيها، لو كنت فعلا بدأت من 4 سنين بخبراتي والعلاقات اللي عندي كنت أكيد هحقق أضعاف اللي قدرت أحققه من غير السوشيال ميديا. الدرس اللي عايزك تاخده من القصة دي بسيط جدا، إن التأجيل مكلف جدا، لأن كل يوم بتأجل فيه خطوتك 1000 واحد غيرك بيسبقك. ابدأ حتى لو مش جاهز، ولكن هيكون أفضل بكتير إنك تفضل واقف مكانك. وانت كمان اكيد عندك خطوه مأجلها بقالك زمان، سواء قرار او مشروع او خطوه او اي حاجه، اكتبها في كومنت وانا هرد عليك.